روتين أول يوم رمضان وصحة رمضانكم أروح نشارك معكم الروتين تاع نهار اليوم من البداية حتى النهاية، من الصباح حتى لليل كامل واش درت فيه هذا النهار. أول حاجة بديناها بصلاة الفجر، هي قبل صلاة الفجر كانت 6 أتسحر، كانت قبل 6 نوضنا تسحرنا من بعد توضينا وتوضيت وقعدت لبست طاقم الصلاة تاعي هذا كما راكم تشوفوا. من بعد قعدت جمعت قعدت نقرا في القرآن، بديت بالأول من جديد من سورة البقرة. بعدها من كملت قريت كان أذن الفجر كانت 6:17 صليت ورحت نرقد. بعد ما كانت الزوج هنا تاع عشية نوضنا قعدت أنا وأختي نوجدو في الفطور، هي دارت حريرة. من بعد أنا رحت نوجد الطبق اللي نديروه. اليوم بغيت ندير بطاطا محمرة بصح بطريقة جديدة، خرجت بزاف شابة هذه الطريقة. اللي بغات تجربها راح نخلي لكم لا غوسيت. شوفوا جبت البطاطا قشرتها قسمت الحبة على نص، لكن كشغل بالعرض ماشي بالطول. من بعد شللتها وقعدت نفرغ فيها بالمغرف كما راكم تشوفوا، كما راني ندير انا هكا. كملت كامل الحبات. من بعد رحت جبتها ستفتها هنايا فوق البوطاجي تاعي وقعدت ندير لها في الملح. وكنت شاريه لي زيبيس تاع البطاطا هادو البنات بزاف شابين. اذا عندكم ديروه، اذا ما عندكمش نورمال زعما ماشي حاجه اوبليجي ولا عادي. درتهم هادو لي زيبيس تاع البطاطا ورحت جبت الكسكس ستفت فيه كامل ديك البطاطا باش نفورها. ولا تبغوا تقلوها بصح تفوروها بالخوف ما تشدلكمش، سورتو كديروها في الكوشه خير من اللي تقلوها 5 دقائق شغل تنحرق من برا وداخل تقعد خضرة تخبلكم شويه في الكوشه، على العكس كي تفوروها. كملت درتها تفور ورحت نخدم لها الحشو تاعها. رحت جبت البصل قليته، من بعد زدت فوقها الفيونداشي قاعد كيما هكا نقلو فيه. البنات ما تخلوش حتى يبسكم، نقصوا لها النار كيما راني دايره انايا و وقعدوا تقلوا فيه. رحت جبت درت له لي زيبيس كامل اللي يكونوا عندكم اللي ديروهم. رحت درتهم الاخر زدت معاهم توابل تاع الدجاج تاني كنت شريتهم وتخلطوا. بعد رحت زدت لها الملح وكملت نقلي فيه حتى لقيته ينشف من هذاك الماء تاعه. رحت لهنايا جبت له درت فيه فرماج هذاك تاع البيدو، درت موندور وكملت نذوب فيه هذاك الفرماج حتى كامل يدخل ويلم لكم هذاك الحشو. زدت معاه كريم فريش وطفيت عليها ما خليتهاش تجمد. بعد رحت جبت هذيك البطاطا بعد ما تفور البنات خووها كامل من هذاك الماء تاعها. شوفوا لهنا البنات درت التشكشوكه اللي كنت قليتها خضره ورحت عمرتهم بالحشو اللي درتو معاكم. ومن بعد رشيت فوقها الفرماج. وهنايا عجبتني استيس بزاف شابه. شوفوا الفرماج باش ما ينحرق لكمش في الكوشه كيما راه دايرتها انا. حطوا فوقها اني من يوم يقعد كيما راه ما يبش. ودرتها في كوشه طيب. بعدها رحت نخدم التحليه اللي درت فيها 2 حبات بيض، درت معاهم رشة ملح ودرت 5 مغارف سكر. تبغوا تنقصوا اللي ما تبغيش الحلو بزاف باسكو غادي نخدموا بها ونقعدوا نخلطوا بالباتور حتى يبيض لكم هذاك الخليط كما تبغوا ديروا المسكوتشو. شوفوا كملت طلعتها. من بعد رحت بعد ما طلعت رحت درت عليها 7 مغارف زيت، ديروهم كامل في ضربة 7 زيت درتهم. وكملت تاني خلط حتى يدخل هذاك الزيت غاية في هذاك الخليط باش ما يخسر لكمش. تخلطوه غاية حتى تلقاوه ابيض شغل وطلع ثقال. من بعد تروحوا تجيبوا الحليب سواء تكون دافي ولا بارد ما يهمش. ديروا تاني 7 مغارف حليب فوق هذاك الخليط وتكملوا تخلطوا. من بعديها ما تخلطوا هذاك الحليب ما يتخلطش بزاف غير يدخل شويه في هذاك المزيج تاع البيض اللي درناه. نروحوا نجيبوا 7 مغارف فارينه مع مغرف صغيره تاع خماره كيميائيه مع 2 مغارف كاكاو على حسب النوعيه تاع اللي يكون عندكم تبغوا تزيدوا كتر. وكملت نخلط فيهم حتى تجهز هذاك الخليط ودخل هذاك الكاكاو كامل في الخليط تاعي. انا النوعيه ما عجبتنيش بزاف باسكو ما كحلش غايه، تما كانت مليح يكحل اكثر. من بعد جبت درت في سنيوه درت البابي كويسون وفرغت هذاك الخليط تاعي وديته للكوشه يطيب تشعلوا له من الفوق ومن تحت والكوشه تكونوا محمينها من قبل.
مشيت هكا كيما راكم تشوفوا، ودرت كامل هادوك الآخرين راه كيف، ودخلته للكوشيط. شوفوا بعد ما درته يطيب رحت جبت ربع مغارف كريم شونتي، درت معاهم نص باكية هذا فرماج ريجيم، ودرت معاهم الحليب وطلعتها. من بعد ما طابت هذيك شربتها بالحليب، ودرت هذيك الكريم شونتي ودرت لها شوكولا من الفوق وزينتها باللوز إيفيلي، وهذه هي النتيجة النهائية تاعها. دخلوها تبرد، بعد ما تشد روحها تقسموها دي مورصو ولا كيما تبغوا نتوما. انا هيا بعد ما بردت قسمتها دي مورصو وزوقتها لهنا في هذا البلا باش نحطها في الليل في السهرة بعد ما يصلوا التراويح. شوفوا كيف خرجت مام في البنة، خرجت بزاف شابة، حاجة خفيفة هكا تبغوا تشربوا بها قهوة وكامل. خليتها على جنب ورحت نخدم السلطة. هي بعد ما خدمتها سلطة خفيفة باسكو في الدار ما يحوسوش عليها بزاف، يبغوا غير روز، ثم كثرته هو والاخر حاجة ما درتهاش. من بعد رحت قطعت هذه التشينه، درت لها القرفه والسكر تاني، خدمتها كيما هكا وخليتها على جهه للزياء. ورحت بعدها عمرت التمر في هاد الاخرى تاعه تاني وجدته باش كي نفطروا، وحطيته في الطابله تاع الفطور. وهنايا بعد ما فطرنا وكامل قاعدين نتفرجوا، وهي هنا مور فطور ماما هي اللي تخدم طيب قهوة وكامل. من بعد حطينا صوالح تاع السهرة تاعنا هادو مور التراويح، وهم على صوالح تاع السهرة. دايما نديرو في السهرة كيما هكا جو قهوة الشامية تحلية اللي نحطوهم. وهذا هو أول نهار بدومها نعمة علينا وعليكم، وتبقاو على خير. ما تنساوش تشتركوا في القناة. مع السلامة.